اوكي، رمله جيني اللي انا عملت عليها اول فيديوهات ريفيوز الرمله بتاعت الفيديوهات اللي فاتوا شوفوها. تواصلوا معايا قالوا لي انت عملتي ريفيو عن منتجنا السابق، احنا طورناه وعملنا باكجينج جديده ورمله جديده وروائح جديده، فاللي انت عامله عليه ريفيو ده ما بقاش في الاسواق اني مور، ولو موجود في الاسواق فده ستوك قديم. ف بعتوا لي الثلاث سنس بتوعهم من الرمله بتاعتهم الجديده، وهنستخدم مع بعض الرمله الثالثه، مش دي ولا دي هنستخدم النهارده بريحه الصوب الصابون، ونشوف هل هي فعلا مختلفه عن القديمه ولا لا. فتعالوا مع بعض نشوف الاخبار. جبت المقص نفتحها بس سوا من الباكجينج. ونطلعها. طبعا زي ما انتم شايفين باكجينج المره دي احلى بكتير، الكيس نفسه متين، اتصرف على الباكجينج بصراحه عن بتاع المره اللي فاتت، ومش محتاجه ان انا اذكركم ان هو منتج مصري. فام سو براود ان في منتجات مصريه بتطور نفسها كده، مش بتنزل الحاجه وخلاص، لا بتشوف راي المستهلك ورأي العميل، مستهلك القط بتاعنا ورأي صاحب القط في الحاجه وبيطوروا منه، فذاتس اميزنج. اوكي زي ما انتم شايفين مكتوب عليه جيني كات لتر كلامبينج، يعني بيتكتل، الترا اودور كنترول يعني بيمتص الروائح بشكل احسن، وكمان اكيد احسن من المره اللي فاتت. وده بالسوب وفي باللافندر والبيبي باودر اللي انا وريتهم لكم في الاول. وزنه اكتر من المره اللي فاتت، هي 5 كيلو و100 تقريبا 100 جرام، يعني 6 لتر و3/10. فالوزن اصلا اكتر من المره اللي فاتت. عليه برضو من ورا انه خالي من الغبار، لا غبار على الاطلاق، بنتونيت طبيعي، وده المهم ان يكون بنتونيت طبيعي، قدرة تكتل فائقة، تحكم في الرائحة، سهل التخلص منه، يحافظ على جفاف الصينية اللي هي اللتر بوكس، وفائق الامتصاص. فاحنا هنشوف مع بعض كل الحاجات اللي مكتوبة دي، وانا متأملة خير ان هم مطورين من نفسهم، من باكجينج ومن شكل الرملة كمان ونوع الرملة، لان الشركة لما تواصلت معايا قالت لي ان هم كمان مفتحين الرمله عن المره اللي فاتت بكتير، ومصغرين كمان حجمها، وعملوا فيها ابجريدز كتير جدا، اللي هي منها اللون والريحه والحجم. فالرمله اللي فاتت دي اتلغت تماما. اوكي تعالوا نشوف انستراكشنز اللي بنحطها في اللتر بوكس. اوكي هو الانستراكشنز زي اي رمله مكتوب عليها نفس الانستراكشنز، اللي هو اغسل صندوق الرمله باستخدام الصابون مره واحده في الشهر، طبعا اي ريكومند كل اسبوع، انتوا عارفين الكلام ده. بعدين حط بقى الصندوق اللي هو حط في اللتر بوكس الرمله. بعد كده هنحط من حوالي 5 ل 7 سنتي علشان نحصل على افضل النتائج من التكتل، من الاخر يعني عشان ما يلزقش في اللتر بوكس من تحت. ونشيل الفضلات 3 مرات يوميا. طبعا انتوا عارفين انا طريقتي مختلفه شويه، بس الطريقه دي هي اللي بينصح بيها كل شركات رملات القطط. يلا بقى نبطل رغي ونحطه في اللتر بوكس. طبعا انتوا عارفين انا بحب اجرب كل حاجه معاكم وعملي مع قططي، فجبت اللتر بوكس بعد ما نضفته ونشفته وفتحت رمله جيني، والباكجينج فعلا يا جماعه اقوى من المرات اللي فاتت بكتير. اول حاجه لاحظتها لما فتحت الرمله ان الريحه هاديه جدا، يعني مناسبه لاي حد عنده حساسيه، سواء صاحب الاليف او الاليف نفسه. فعلا برضو الرمله صغيره وافتح بكتير من عبوات جيني اللي قبل كده اللي انا عملت عنها ريفيو، فالتطور باين جدا جدا. وطبعا هنجربها مع قططي دلوقتي. بس حبيت اقول لكم ان السنت بتاعها مش اي صابون، صابون ريحه دوف يا جماعه، فاكرينه الصابون ريحه دوف الابيض ده؟ تحفه بجد، ريحته هاديه وجميله وفريش جدا، يعني تنفع لمحبين رائحه النظافه. خلاص زورو عملت بيبي تويلت يعني وابتديت ان انا اشيله بالجاروف. شيلته سهل عن المره اللي فاتت بكتير، متكتل حلو جدا عن المره اللي فاتت. لا بصراحه حاسه بالابديت والابجريد اللي عاملينه في الرمله بشكل خطير، فعلا هتغير لي فكرتي عن الرملات المحليه والرملات البني. لا هي خلاص غيرت فكرتي. طبعا مش هنساكوا هختار 2 من الكومنتس، كل واحد هيكسب رملتين المتبقيين، يعني كل واحد هيكسب واحده بالبيبي باودر وواحده باللافندر. فاكتبوا لي في الكومنتس. باي.